ده كان تحذير مباشر، رسالة صريحة من الملك النايم بقاله آلاف السنين. لكن اللي اكتشفوا المقبرة ما سمعوش التحذير ده، كسروا الختم وفتحوا الباب. وقتها ما كانوش عارفين إنهم ما فتحوش بس مقبرة، هم أطلقوا سراح اللعنة الأبدية. وبعد 6 شهور بالظبط من فتح المقبرة، اللعنة بدأت في الحصاد. اللورد كارنارفون الممول الرئيسي للبعثة مات بشكل مفاجئ. لكن إيه اللي يخلي كلبه المفضل في إنجلترا يصرخ ويموت في نفس اللحظة اللي اللورد مات فيها في مصر؟ إيه اللي يخلي النور يقطع عن القاهرة بالكامل في الثانية اللي طلع فيها الروح؟ هل كل ده مجرد صدفة؟ كل ده بيثبت إن العبارة دي ما كانتش كدب، اللعنة حقيقية، والملك الشاب لسه بيحرس أسراره. النهاردة هنكشف الستار عن لغز المقبرة الذهبية اللي كان تمنها أرواح مكتشفينها. بس قبل ما نبدأ قصتنا حابة أعرفكم بنفسي. أنا دنيا دراز من قناة الجانب المظلم. لو أنت بتحب فيديوهات القضايا والجرائم والاختفاءات الغامضة فهتلاقي كل ده هنا. لو بتحب كمان قصص الرعب والتشويق والغموض يبقى أنت جيت المكان الصح. اشترك في القناة وفعل الجرس، وأهلا بيك في الجانب المظلم. ويلا بينا نبدأ. في عز اليأس وبعد 7 سنين كاملة من الحفر والتنقيب في وادي الملوك، كان العالم الإنجليزي هاورد كارتر على وشك الاستسلام. كان خلاص قرر يوقف البحث اللي موله اللورد كارنارفون. بس القدر كان مخبي مفتاحه في إيد طفل مصري صغير اسمه حسين عبد الرسول. من 103 سنة حسين كان بيحط جرة مية على الأرض في وسط الرمل. الجرة وقعت وعملت صوت غريب. حسين حفر مكانها واكتشف أول سلمة لمدخل المقبرة. وبكده حسين عبد الرسول يعتبر المكتشف الحقيقي لمقبرة توت عنخ آمون. جري على المستكشف البريطاني وقال له على اللي شافه، واللي ما كانش مصدق اللي بيسمعه. بس كارتر كان بيدور على المقبرة دي ليه بالذات؟ كارتر كان بيدور على المقبرة دي عشان دي المقبرة الوحيدة لملك فرعوني لسه محدش لقاها. ملك اسمه توت عنخ آمون، شاب صغير حكم مصر في فترة انتقالية وغامضة، ومات فجأة وهو عنده 19 سنة. قصة حياته لغز كبير، ودفنه من السر الأكبر. توت عنخ آمون أيوة كان ملك، لكن كنوزه كانت مستنياه عشان تخليه ملك الذهب الأبدي. في 4 نوفمبر 1922 كسروا أول ختم للمقبرة. بعدها بأيام وصلوا للباب الداخلي. كارتر جاب إزميل وعمل خرم صغير في الباب المغلق من 3000 سنة، وشغل مصباحه وبص جوه. الجملة الجاية دي اللي قالها كارتر كانت أيقونة. اللورد كارنارفون اللي كان ممول ساعتها البحث عن المقبرة سأل كارتر شايف حاجة؟ كارتر ما قدرش يرد عليه غير بكلمتين: أيوة شايف حاجات مذهلة. المقبرة كانت سليمة وكاملة، فيها 5952 قطعة، وده في حد ذاته كان مرعب. كل حاجة كانت زي ما هي من 3000 سنة. الكنوز كانت بتملى 4 غرف. كان في المقبرة تمثالين بالحجم الطبيعي باصين لبعض زي ما يكونوا بيحموا المدخل. تحس إنهم ممكن يتحركوا في أي لحظة ويهجموا عليك عشان تجرأت ودخلت مكانهم.
بعد ما عدوا على التماثيل الحارسة وصلوا لقلب المقبرة، غرفة الدفن. واللي شافوه هناك ما كانش ليه أي تفسير. كان في تابوت حجري ضخم من الكوارتز، جواه 3 توابيت متداخلة. التابوت الداخلي كان قطعة من عالم تاني، تابوت مصنوع بالكامل من الذهب الخالص، وزنه أكتر من 110 كيلو جرامات من الذهب الصافي، صنع بعظمة غير قابلة للفهم، عشان يضمن إن الملك ده هيوصل للعالم التاني بسلام. ولما رفعوا الغطا ما كانش فيه أي شك إن دي مش مجرد قطعة فنية، كان فيه القناع الذهبي الأبدي. وزن القناع حوالي 11 كيلو جرام من الذهب، مرصع باللازورد والأحجار الكريمة. بيصور الملك على هيئة الإله أوزوريس، إله العالم السفلي عند المصريين القدماء. القناع ده ما كانش عشان الزينة، ده كان عشان الروح لما ترجع للجسد تقدر تتعرف عليه وتحتمي بيه من الظلام. هنا وفي اللحظة دي اتكسرت آخر حواجز السلام، وبدأت اللعنة تتحرك. لقوا كمان جوه المقبرة 6 عربيات حربية مفككة، محدش عارف ليه كانت مفكوكة. هل توت عنخ آمون مات في حادثة؟ محدش عارف. ولقوا أواني فيها أحشاء الملك، كانت مذهبة، بس ليه قلبه مش موجود؟ القلب كان عند المصريين القدماء أهم جزء في البعث، وكان لازم يكون موجود في أي مقبرة، لكن قلب توت عنخ آمون ما كانش موجود. إزالته دي لوحدها كانت لغز. لقوا كمان تابوتين صغيرين جنب توت عنخ آمون، فيهم مومياوات لبنتين صغيرين ماتوا هم أجنة، ولاده اللي ما شافوش النور. ما عداش أسبوع على فتح المقبرة والرسالة بدأت توصل. رمز سلطة الفرعون في مصر القديمة دخل خيمة كارتر وابتلع عصفور الكناري الذهبي بتاع كارتر اللي كان بيملكه. ودي كانت بداية مرعبة، وكأن الملك بيعلن انتقامه وتعكير صفوه. بعدها ب6 شهور اللورد كارنرفون مات بسبب لدغة بعوضة، تسمم دموي مفاجئ. والأغرب إن في نفس لحظة موته في القاهرة انقطع التيار الكهربائي فجأة عن المدينة كلها، وكأنها صرخة الموت. وفي نفس الثانية كلبه المفضل في إنجلترا مات هو كمان. هل دي كلها مجرد صدف أو تزامن شيطاني مترتب بأمر ملكي؟ واللي يرعب أكتر إن أكتر من 22 شخص ليهم علاقة مباشرة بالمقبرة ماتوا سنوات قليلة بعد اكتشافها، زي شخص كان اسمه جورج جاي جولد زار المقبرة ومات بعدها بحمى غامضة، وشخص تاني اسمه أرثر ماس مات بمرض مفاجئ. ناس كتير موتهم كان سريع ومش مفهوم، كأن توت عنخ آمون ما كشفش عن كنوزه قد ما كشف عن غضبه. بس الغموض الأكبر مش مين مات من الفريق، الغموض مين قتل الملك توت عنخ آمون نفسه. الإشاعة السينية والتحاليل كشفت عن كسر في الجمجمة، زي ما يكون اتضرب على دماغه، وكسر في عظم الفخذ، يمكن يكون وقع من عربية حربية. هل مات الفرعون ده مقتول؟ وإذا كان مقتول هل اللعنة اللي بتلاحق الناس لحد دلوقتي مش بتحمي كنوزه لكن بتحمي سر أكبر؟ الظلام اللي كان محبوس في مقبرة توت عنخ آمون خرج خلاص وبقى في العالم، والمقبرة لسه مفتوحة والعبارة لسه محفورة: سيضرب الموت بجناحيه السمين كل من يعكر صفو الملك.
وصلنا لنهاية الرحلة. عرفنا عن الكنز وعن اللعنة وعن الوفيات الغامضة اللي حصدت 22 روح. عرفنا عن التابوت الذهبي والقناع اللي بيحمي سر الملك. لكن السؤال الأهم ولسه ما اتجاوبش، مين فيهم كان القاتل الحقيقي؟ هل هي الجراثيم اللي استنت 3000 سنة عشان تنتقم، ولا غضب الآلهة القديمة اللي ما سمحش لأي حد يزعج نوم ملكها؟ توت عنخ آمون مات وهو عنده 19 سنة، لكن لغز موته بيقول إنه مات مقتول، كسر في الجمجمة. تخيل لو إن اللعنة دي ما كانتش عشان تحمي الذهب، تخيل لو إنها كانت عشان تحمي القاتل اللي لسه عايش في الظلام وبيراقب أي حد يحاول يقرب من الحقيقة الكاملة. كل اللي سمع القصة دي بقى جزء منها، وانت دلوقتي عارف الأسرار وعارف العواقب. ما تدورش أكتر من كده. بس كده، ودي كانت نهاية قصتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. لو حابين تشوفوني مرة تانية ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا الفيديو أول ما ينزل. وأشوفكم الفيديو الجاي.